السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حلويات، انما ايه، فاخر من الاخر. زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل، وفي نفس الوقت طريقة تشكيلها سهلة جدا جدا. وده علشان انتي مش هتحتاجي لأي طوابع خالص علشان تشكليها، هتشكليها بحاجة موجودة في كل بيت، وهتبقى جميلة معاكي بالشكل ده. وهنعملها كمان من غير لبن ولا بيض، يعني مش مكلفة خالص. ودلوقتي بقى هفتح لكم واحده كده واوريكم قد ايه هي مرمله كده ودايبه من جوه. وعايزه اقول لكم هتنسيكوا البسبوسه ان شاء الله، وهتنسيكوا بلح الشام. طريقه سهله وبسيطه خالص، ومش هتاخد معاكي وقت زي ما انا وعدتك. وده غير كمان ان مقاديرها مظبوطه بالملي وبالجرام، هتعيرها بالكوبايه مظبوطه، هتعيرها بالجرامات ان شاء الله مظبوطه. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. واهم حاجه تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في الطريقة. ودلوقتي بقى اول حاجة هنبدأ بيها الشربات او السيرب او الشيرة. هنضيف كده كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. بعد كده بقى هغطي الشربات وارفعه على النار. هنغطي الشربات ليه؟ علشان خاطر بخار الميه يغسل لي الرذاذ اللي هيتكون كده على جدران الحله. لان انتوا عارفين ان رذاذ السكر اللي بيتكون اثناء الغليه هو ده بيكون السبب الاساسي ان الشربات يسكر معاكي. فانت يفضل ان انت تغطي الحله علشان البخار يغسل لك الرذاذ السكر ده. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما السكر كده والميه غليوا والسكر داب كويس، هعصر بقى عصره من الليمون، واسيب بقى الشربات يغلي كده لمده 10 دقايق، لغايه لما يبتدي يعمل معايا كده رغاوي بيضه بطفى عليه. انا محتاجه شربات تقيل النهارده. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هنبدا بقى في مقادير الوصفه. معايا كده كوبايه ناقصه معلقه كبيره كده من السميد. ده سميد البسبوسه الخام اللي مش عليه اي اضافات خالص، بنستخدم الحبه المتوسطه. وزن السميد اللي كان موجود في الكوبايه وزنه 170 جرام. بعد كده بقى هضيف بنفس الكوبايه كوبايه كده مليانه من الدقيق او الطحين، كوبايه ممسوحه كده زي ما انتوا شايفين. وزن الدقيق اللي موجود في الكوبايه وزنه 130 جرام. ودي كده رشه صغيره من الملح. وبعدها بقى هضيف، ركزوا معايا، هنضيف البيكنج باودر او خميره الحلويات. معلقه صغيره كده من معالق الشاي بالطياري وشها كده زي ما انت شايفه، يعني معلقه كده مش مليانه على الاخر. وزن البيكنج باودر اللي احنا استخدمناه وزنه كده 4 جرام. بعد كده بقى هضيف ايه، هضيف كده نص معلقه صغيره من الفانيليا. وبعد كده بقى هبتدي اقلب بقى كل المكونات الجافه دي كده مع بعضيها، لغايه لما الخليط كله كده يتقلب كويس والبيكنج باودر ينتشر في الخليط. وبعد ما قلبنا كل المكونات الجافه كده مع بعضيها، هنضيف دلوقتي بقى كده معلقتين كبار من السمنه. وزن السمنه اللي موجوده في الكوبايه وزنها 70 جرام، يعني كده تلت كوبايه من السمنه زي ما انتوا شايفين. ولاحظوا كده انا بعاير المقادير كلها بنفس الكوبايه، وده علشان انت لو ما عندكيش ميزان لازم تعايري المقادير كلها بنفس الكوبايه، ما تغيرهاش. دلوقتي بقى هعمل ايه، همسك بقى السمنه كده واقلبها مع المكونات الجافه، وابسها بقى على ايدي كده زي حاجات العيد. اهم حاجه تشربي ذرات الدقيق والسميد بالسمنه كده زي ما انت شايفه، ما تسيبيش ذره كده في الدقيق والسميد الا لما تشربها بالسمنه. دلوقتي بقى هضيف ايه، هضيف كده تلت كوبايه من الميه. وزن الميه اللي موجوده في الكوبايه وزنها 100 جرام. طبعا الكوبايه بتبقى 3 اتلات، هتحطي في التلت الاولاني ميه وتسيبي التلتين الاخره فاضيين. وده بالنسبه للناس اللي ما عندهاش ميزان يا جماعه، انما اللي عنده ميزان يعاير المقادير على طول ويحط، ان شاء الله المقادير هتطلع معاه مظبوطه. انا عايزه عجينه تكون طريه بس ما بتلزقش، ولو جيت برمتها كده وبططتها الاقيها ما بتشققش معايا. ولو لقيت العجينه بتشقق معاكي يبقى كده محتاجه معلقه كده كمان من الميه. وطبعا في المرحله دي انا يا دوبك بس بلم العجينه، انما ما بعجنهاش كتير لان احنا مش محتاجين عرق في العجينه. يا دوبك بس كده تلم المكونات مع بعضيها وبتوقفي على طول. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف طريقه التشكيل السهله جدا جدا. طبعا انت ما بتريحيش العجينه، بتشكلها على طول. اول ما بتخلصي عجن بتشكلي في العجينه على طول. هتجيبي بقى قطعه العجين كده وتكوريها، وبعد كده بتبططيها وبالسكينه كده بتعملي كده خطوط طوليه، وبعد كده بقى بتروحي لفاها كده وعامله خطوط بالعرض. هتديكي شكل حبات الذره الصغيره كده. حاولي بس تضيقي المسافات بين الصفوف علشان تاخدي شكل حلو، وجزي كده بالسكينه وما تخافيش. وده علشان الرسمه توضح بعد التسويه، وفي نفس الوقت برضو تشرب الشربات معاكي، وبرضو في نفس الوقت علشان خاطر تستوي معاكي كويس كده، وحبات السميد تنفش معاكي اثناء التسويه.
دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى امشي بنفس الطريقة دي لغاية لما اخلص الكمية كلها. طبعا ما شاء الله كوباية الدقيق وكوباية السميد هيعملوا معاكي كمية حلوة قوي قوي، يعني هيطلعوا معاكي كده حوالي 36 واحدة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا انا هشكل الكمية كلها وهوريكم الكمية كلها على بعضيها. اهم حاجة وانتي بتشكلي بتكوني مجهزة كده صينية عليها كده ايه، كيس بلاستيك. الكيس البلاستيك مش مدهون اي حاجة خالص، حط على الكيس على طول. وزي ما انتم ملاحظين كده انا بدمج العجينة كده بين ايديا الاول واضغط عليها كده ضغطات علشان لما اجي ابرمها واجي بقى ابططها تبقى متساوية معايا. شايفين بنفس الطريقة دي. واهم حاجة وانتي بتبططيها خلي العجينة سمك، يعني مش تبططيها على الاخر. وده كان شكل الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله طلعوا كده معايا 36 واحدة. دلوقتي بقى هسوي على طول مش هستنى، علشان كده قلتلكوا الطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود زي ما انا قلتلك. بتسخني الزيت الاول طبعا، وبعد كده بقى بتنزلي كده بالحبايات كده ورا بعضيها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هتبص تلاقيها بقى نفشت معاكي كده، وفي نفس الوقت السميد كده نفخ معانا واستوى من جوه. وده بسبب الفتحات اللي احنا عاملينها بالسكينه، علشان كده قلتلك جزي بالسكينه كده وما تخافيش. بس لما تيجي تجزي بالسكينه مش تجزي كده لدرجه توصلي لاخر العجينه وتقطعيها، لا لغايه نص العجينه كده. زي ما انتوا شايفين بقلب تقليب مستمر، اول ما بتمسك نفسها كده واحس ان هي بدات تنشف بقلبها تقليب مستمر لغايه لما تتحمر معايا. وطبعا بكون مجهزه الشربات جنبي، الشربات البارد بطلعها وهي لسه سخنه كده مولعه من النار وبنزلها في الشربات. شايفين بدات تتحمر معايا. دلوقتي بقى هطلعها واحطها في الشربات واقلبها كده كام تقليبه وبعد كده بطلعها. طبعا الزيت في المرحله دي لو سبتيه برد وجيتي نزلتي بقى بالباقي او بالكميه الباقيه، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتتفرفت منك جوه الزيت. اوعي تحطيها كده وانت مهديه النار على الزيت، لازم تكوني معليه النار وبعد كده تنزلي بيها. وبعد ما بتقلبيها كده تقلبتين وتمسك نفسيها خلي النار متوسطه كده ودنك بقى قلبي فيها كده لغايه لما تتحمر معاكي. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين هنزل بقى الكميه الباقيه. طبعا دلوقتي انا مهديه النار بس لمجرد بس انزلها، وبعد كده هعلي النار على طول عليها. وده كان شكلها جوه الشربات. طبعا بتقلبي فيها كده تقلبتين 3 علشان تشرب الشربات كده كويس، وبعد كده بتطلعيها على طول، يعني مجرد بس دقيقتين 3 كده جوه الشربات. اول ما تبرد بتطلعيها. واكيد واخدين بالكم كده من قوام الشربات، الشربات كده عامل زي العسل النحل كده الخفيف. وطبعا الشربات ما بياخدش القوام التقيل ده على النار يا جماعه، لا كل الموضوع ان هو اول ما بيبرد بيديك القوام ده. انت اغلي الشربات لمده 10 دقايق لغايه لما يعمل معاك كده رغاوي بيضه او فقاقيع بيضه، بتروحي طافيه النار عليه على طول، بتسيبيه بقى يبرد بياخد القوام ده. ودلوقتي بقى هوريكم شكل الكميه كلها على بعضها زي ما انتم شايفين ما شاء الله. احلى تحليه هتاكليها في رمضان باذن الله. ونوع الحلويات ده يا جماعه جزائري، يعني مش من اختراعي، نوع حلويات حلوه قوي قوي بيعملوه في الجزائر، بيكون طعمه جميل كده ومرمل زي البسبوسه وزي رموش الست وزي بلح الشام. شايفين ما شاء الله شكله جميل عامل ازاي؟ شكله بس كده يفتح النفس لوحده. مقاديره اقتصاديه ولا احتاج طابع ولا لبن ولا بيض ولا مكلف خالص. وعايزه اقولك ما بيشربش ولا نقطه زيت، والزيت هيطلع معاكي سليم زي ما هو، تقدري تعملي بيه اي حاجه تانية، يعني مش هيتأثر خالص. وده علشان العجينة طبعا مش عليها بيض، فالزيت بيطلع لك زي ما هو. ودلوقتي بقى تعالوا نفتح واحدة كده ونشوف الجمال كده من جوه، دايبة كده ومرملة وحبات السميد نفشت جواها كده. عايزة اقول لكم احلى نوع حلويات هتجربوه، لازم تخلصوا الفيديو وتجربوه على طول علشان بإذن الله تعتمدوا الطريقة في رمضان وتدعوا لي. والمقادير هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. يا ريت بقى كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. اترككم في رعايه الله وامنه، دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.